فالفخ ان انت تستسهل وتقول انوع واعمل كذا حاجه، ده هيخليني انجح اسرع. لكن الحقيقه ان دي لوب، حلقه مفرغه، هتخليك تلف حوالين نفسك وتضيع وقتك وتضيع مواردك. يبقى الالتزام ناحيه فكره واحده لفتره طويله ده الاختيار الصعب، اختيار دمه تقيل، محتاج التزام ومحتاج تركيز. وخدها قاعده برضو، الخيار السهل هيخلي حياتك اصعب، والعكس. الخيار الصعب هيخلي حياتك اسهل. ده محتاج التزام وتركيز. بس انت لو التزمت وركزت، معنى كده ان انت عملت ايه؟ ان انت ضربت الفيروس رقم واحد وضربت الفيروس رقم اتنين. فده يخليك مش بترجع للماتريكس تاني. تمام. الخيار الصعب هو اللي يخلي حياتك اسهل، لان النجاح ليه ثمن. انا ما بقولش الخيار المعقد، يعني لما يكون عندك حل سهل وحل معقد اختار الحل السهل. انما في فرق بين الحل لو انت بتشغل على مشكله، وفي فرق بين الاختيار، الطريق. تمام. ما تختارش الطريق السهل، اختار الطريق اللي فيه ثمن. لان ده هيظبط عندك ميزان القيمه بتاعك. احنا قلنا ان في ميزان للقيمه. مفيش حاجه ليها قيمه سهله، مفيش حاجه ليها قيمه رخيصه. فانت لو الايه اتعكست عندك، يبقى انت ماشي فين؟ ماشي في الاتجاه الغلط. تمام. لان النجاح ليه ثمن، بيفضل يدفع لحد ما تنجح، وفي جزء كمان من النجاح بيدفع بعد ما تنجح.